Oh, doucement, doucement les gars. Doucement. Le monsieur, il est méchant toi. Hitler là. Hitler là. Regarde, on ne va pas laisser comme ça. كل عام يرحل حوالي 25 ألف مهاجر غير قانوني من فرنسا. في أغلب الأحوال يجبر المهاجر على ركوب الطائرة عنوة، وقد لا تجري الأمور دائما بسلام. هذه الحادثة وقعت مؤخرا داخل طائرة كانت في رحلة بين باريس وكوناكري. حرس الحدود اضطر إلى تكبير المهاجر المتمرد. عندها تجمهر ركاب الطائرة حولهم وأبدوا تعاطفا مع المهاجر. الركاب بدأوا بالانفعال مما أثار خشية طاقم الطائرة المسؤول عن سلامة الرحلة، وهذا ما دفع بالشرطة إلى التخلي عن عملية الترحيل وأنزلوا المهاجر من الطائرة. رفض المهاجرين لركوب الطائرة خلال عملية الترحيل ومقاومة الشرطة أمر شائع، وأحيانا ما تفرط قوات الأمن في استخدام القوة ضد المهاجرين كما نشاهد هنا في إسبانيا. مقاومة الترحيل ليست دائما إجراء متعمدا بل حركة يائسة، ففي أغلب الأحيان الترحيل يعيشه المهاجر كمأساة، لأن المهاجرين جازفوا بحياتهم واستدانوا تكاليف رحلتهم إلى أوروبا. لذلك غالبا ما يعتريهم الاضطراب واليأس عندما يجدون أنفسهم داخل طائرة تعود بهم إلى نقطة الصفر.